السلام عليكم. معاكم النهارده قناة درينك فروت. لأول مرة بيشوفنا لايك للفيديو، اشتراك للقناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. النهارده هنقدم لكم طريقة عمل بيتزا في 10 دقايق بالظبط. العشر دقايق دول هيعملوا لنا احلى بيتزا واطعم بيتزا احنا هناكلها ان شاء الله باذن الله. البيتزا ديت مكوناتها ربع كوباية مية. كله هيتعمل في الخلاط ان شاء الله، يعني كله هيتعمل في الخلاط. ربع كوباية مية هيت هنحطها في الخلاط، وكوباية لبن برضو في الخلاط، وربع كوباية زيت، ربع كوباية زيت، وكوباية دقيق سمولينا. الدقيق السمولينا ده اللي هو دقيق البسبوسة، بنجيبه من عند العطار سايب طبعا، مش بواكي ولا عليه سكر ولا حاجة. ومعلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، معلقة ملح، معلقة فلفل، معلقة زعتر، معلقة خميرة فورية كبيرة، ومعلقة بيكنج باودر بتاع الكيكة. طبعا هنضرب كل ده في الخلاط بحيث المكونات دي تختلط ببعضها. كوباية الدقيق السمولينا ديت هتفرق معانا جدا في البيتزا. طبعا هنحط لها برضو دقيق ابيض، هنحط لها كوباية دقيق ابيض اهوت، وهنضربها برضو مع المكونات، نخلطها كلها مع بعضها تاني بحيث كل المكونات تختلط مع بعضها. اهوت الدقيق الابيض اهوت حطيناه وهنضربها، يعني كوبايه كده وكوبايه كده. طبعا التوبنج بقى اللي بنحطه على الوش البيتزا، انا بحب احط البصل، معلقه زيت وبصل شرايح كده، واتبله خالص بحيث ان هو ما يبقاش يعني تحس ان هو بيقرقش او كده، لا بيدبل خالص، وبيدي طعم جميل للبيتزا، وبيخلي ريحتها كمان حلوه. طبعا معلقة زيت بسيطة كده، وهنبتدي نشوحه خالص، ونحط لها معلقة ملح، ومعلقة فلفل، معلقة توم باودر، معلقة زعتر، ونحاول ندخلهم كلهم في بعضهم كده على النار بحيث ان هي هتدبل خالص. ونحط بقى فلفل الوان، فلفل اخضر. انا حطيت فلفل من اللي هو سبايسي شوية، بحيث ان انا بحب البيتزا يعني تبقى سبايسي شوية. الطماطم اللي هو التومنج بتاعها اللي هو بتحط على الوش دوت. جبت الطماطم طبعا سلقتها نص سليقة، مع وشقتها من كده بحرف زائد، بحيث ان هي يعني لما نيجي نقشرها تتقشر. قشرناها على طول، حطيناها في ميه ساقعه وقشرناها، ضربناها في الخلاط زي ما هي كده، ولا ميه ولا اي حاجه. طبعا ما هي معموله في المسلوقه قبل كده، فبتدينا الطماطم صافي يعني. هنحطها برضو في الحله من غير ما نحط لها اي مواد دهنيه ولا اي حاجه، ومعلقتين صلصه عليه. ونبتدي بقى ننزل البيتزا بتاعتنا في الطاسه اللي هنسوي فيها من غير زيت ومن غير اي حاجه، ونحاول نفردها بحيث ان هي كلها تبقى قد بعضها، يعني ما نحاولش نخلي مكان جنب عالي وجنب واطي، لا نحس كده ان هي كلها قد بعضها. هي بتتفرد معانا بسهوله بصراحه. طبعا لو عندك بقى يعني طاسه من المسلطحه شويه تكون اجمل، وغطيناها شويه هنحس ان هي بقى خلاص اتشمعت واستوت كويس، نص سوا كده. هنبتدي بقى نحط يعني الوش بتاعها استوى كده. هنحط بقى الصلصه بتاعتها ونحاول نفردها، ونبتدي نحط شويه جبنه بقى من المشكل جبن كده. انا جايبه رومي على موتزاريلا على شيدر، وجايبه موتزاريلا لوحدها. ونحط برضو البصل اللي هو عملناه بقى بالفلفل دوت والزيتون وكله، وحطوا بقى اللي انتوا عايزينه. بس انا ما بفضلش بقى اللحوم ولا الحاجات اللي عايزه سوا جامد ديت، لان ديت بتتعمل على طول على عين البوتاجاز، فمش محتاجه ان يكون فيها لحوم مش مستويه او حاجه زي كده. يعني عايزين نحط
عايزة تحطي مثلا لانشون، عايزة تحطي بسطرمة، ماشي مفيش مشكلة خالص، اللي انت عايزاه. وطبعا على الوش بقى الجبنة الموتزاريلا ديت اللي بتخلي بقى البيتزا طعمها وريحتها جميلة. طبعا حاطة زيتون وحاطة فلفل، حاطة بصل، وغطيها شوية بقى بعد لما اعملها كده. خلاص يعني قرب ما احط لها كله بغطيها بقى شوية، قيمة 5 دقايق بالظبط. بتطلع بقى في منتهى الجمال زي ما احنا شايفين كده، وطعمها والله جميل جدا جدا، مش عايزة اقول لكم يعني. وما خدتش وقت، واربع بيتزات يعني شوفوا تكلفتها ايه، 4 بيتزات ما شاء الله تكلفتها حاجات بسيطة خالص. ومنهم نظافة وجمال، وألف هنا وشفا لينا وليكو واللي يجرب بإذن الله. واستنوني في لقاء جديد إن شاء الله وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.